تولى عرش الدولة العثمانية في 1574 ميلاديًا بعد وفاة أبيه. بعد أن تولى السلطة أمر بمنع شرب الخمور، ولكن ثورة الإنكشارية أجبرته على ترك هذا القرار. قامت والدته بقتل إخوته الخمسة عشان تأمن حكم ولدها من أن يكون ليه منافس. تجاوزت ذريته 100 ابنة وابن. فمن هو مراد الثالث؟ ده موضوع فيديو النهاردة من قناتكم زي التاريخ ما بيقول هنا علي. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ولو عجبكم الفيديو نعمل لايك وكومنت وشير. اتولد السلطان مراد الثالث في عام 1546 ميلاديا، وتوفى في 1595 ميلاديا. استلم مراد حكم الدولة العثمانية وهو في 28 من عمره. كان مراد الثالث من الشخصيات التي تمثل تناقضا كبيرا في تركيبته، ففي الوقت الذي كان يبرز فيه حبه للعلم وتوقيرا للشريعة، كان يرتكب مخالفات دينية كبيرة. وصف السلطان مراد الثالث بأنه أعلم بني عثمان، ذلك لأنه كان شديد الاهتمام بالقراءة والدراسة ومجالسة العلماء. وكما وصفه طبيبه اليهودي دومونيك هيرسون بأنه كان يقضي ساعات كثيرة لمطالعة الكتب، لكن دون أن يكون لهذا العلم أثرا حقيقيا في حياته، فهذا العلم لم يرشده إلى حسن قيادة دولته، ولم يدفعه إلى سياسة جنوده، ولم يقده إلى الجهاد. ظهر ضعفه في إدارة دولته بشكل كبير أمام نساء القصر. رضخ السلطان لآراء أمه نوربانو سلطان، وأيضا لآراء زوجته المفضلة صفية سلطان، وكان أحيانا يرضخ لآراء أخته أسمهان زوجة محمد صقلو باشا الصدر الأعظم وقتها. وكانت هذه البداية الحقيقية لفترة عجيبة في التاريخ العثماني تسمى بفترة سلطنة النساء، وفيها كانت الكلمة العليا لحريم السلطان لا للسلطان نفسه. أما السلطان فهو منشغل بالصيد أو بالقراءة أو بمجالسة النساء. ذكر بعض المؤرخون العثمانيون بأن ذرية السلطان مراد الثالث تجاوزت 100 ابن وابنة. من الأعمال التي قام بها السلطان مراد الثالث هو إعادته صنع منبر النبي محمد عليه الصلاة والسلام. قام السلطان مراد بإعادة صنع منبر النبي محمد من الرخام، وزخرف بأروع الزخارف قبل إرساله إلى المدينة المنورة، وهو لا يزال موجود داخل المسجد النبوي الشريف حتى يومنا هذا. أمر أيضا بصناعة العرش الذهبي، والذي تسلمه عام 1585 ميلاديا، وهو العرش الذي جلس عليه سلاطين الدولة العثمانية في الاحتفالات والأعياد الإسلامية حتى 1924 ميلاديا، وهو عام سقوط الدولة العثمانية. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش الاشتراك في القناة واستنوا الفيديوهات الجاية معايا أنا هنا علي في زي التاريخ ما بيقول.